الإعدادية اتضحت أكثر في المرحلة الثانوية. تم يعني تأكيد أن هذا يعني شعر من خلال مدرسي اللغة العربية واحتكاكي بنادي الأدب بطحطة. مدرسي اللغة العربية كانوا أول من أثنى على هذه الموهبة؟ بالتأكيد يعني هم، وفي الإذاعة المدرسية ومدرسي اللغة العربية هم يعني فعلا اللي وضعوا أيديهم على هذه الموهبة. أشعارك باللغة العامية أستاذ راضي ولا بتكتب أيضا الشعر الفصحي العمودي؟ أنا أكتب يعني الحمد لله كل أنواع الشعر، أكتب الغنائي وأكتب الفصحى وأكتب العامية وأكتب فن الواو. درست علم العروض لأن الشعر الفصحى محتاج دراسة علم العروض؟ طبعا درست علم العروض، وبدون يعني علم العروض أعتقد يعني بيبقى الشعر مش مكتمل الجوانب. الشعر العامي له أوزان وبحور زي الشعر الفصحى يا أستاذ راضي ولا إيه رأي حضرتك؟ هو الشعر العامي طبعا لا يخلو من الوزن، لأنه الموسيقى تكتسب من وزنه وتكتسب من الكلمات فيه، وكلما كان الشاعر قادر على إتقان علم العروض فهو يتمكن من كتابة كل ما يكتب سواء كان غنائي أو عامي. وبدون وجود الوزن وهذا العلم الشعر أظن يعني به خلل كبير. فاكر حضرتك أول قصيدة كتبتها في مشوارك الشعري كانت إيه؟ يعني طبعا فاكر، ويعني فاكر أول قصيدة أكون يعني أكدتها بأن يعني الشعر اسمها الله محبة. نسمعها بعد إذن حضرتك. الله محبة. الله محبة والحب للمؤمن شعار، الحب لما تشوفه عنا والسماحة تبقى بينا تصبح الظلمة نهار، الحب لو غاب من قلوبنا تبقى غابة وفيها دبنا، قول على الدنيا الدمار، قلبي لو ضاع حب منه راح يعجز قبل سنه، راح يعيش الجنة نار، لما بينا الحب يطرح راح يحلي أي مطرح، يملى كل الكون ثمار، شمس بترش العمار في الحياة سر الوجود، ضحكة ترقص على الخدود، ألف وردة للي أخلص في المودة، حب البشر من كل لون، عاشق جمال غرد في كون، حب وطنه صن ترابه عمره ما عكر شرابه، لما راح تكره أخوك تلقى كل الدنيا شوق، تلقى كل الناس سبوك، تلقى طعم الدنيا مر اغتراب، تبقى للعطشان سراب، ألف وردة للي أخلص في المودة، واللي عشعش جنب طيره ما منعش حد خيره، حب غيره أهل داره أو ما خانش في مرة جاره، ألف وردة للقلوب اللي لو عشقت تدوب، اللي بتحب بصحيح فيها بلسم للجريح، صمدة ما اهتزت لريح للوداد دايما تصون، طهرة ما تعرف تخون أو تضر، جوا منها الخير يسر، لما يبقى بينا بغض ولا تار، لما نكره بعض عار، الله محبة والحب للمؤمن شعار. جميلة الصورة دي ما شاء الله، حاجة جميلة فعلا. آخر إنتاجك الشعري كان إيه؟ آخر إنتاجي الشعري كان مصر إنتي. مصر إنتي يا ضي شمسي، قبل بكرة كنت أمسي، يا حبيبتي ونبض همسي، إنت شريان الوجود، مصر إنتي يا شروقي، جاري دمك بين عروقي، كون بيفرح لو تروقي، تطرح الدنيا ورود، مصر إنتي يا حناني، طير معشش في البناني، نبع متجدد معاني، عشق ليكي مليح حدود، مصر انتي يا ابتهاجي، مهما ابعد بكره هاجي، انت دربي وانتهاجي وضحكة القلب الودود، مصر انتي احتوائي، مصر انتي احتوائي، خط سيرك استوائي، واللي يمشي التوائي يلقى حضنك فيه سدود، مصر انتي يا مليحة، كلمة بنقولها صريحة، لو تكوني في يوم جريحة كلنا نلبي الردود، مصر انتي يا بنتي نيلي، فوق حمولك ليه تشيلي، أسندك لو يوم تميلي، وكلنا نصبح جنود، مصر انت كنيسة جامع، إن ندهتي قلبي سامع، وإن حزنتي قلبي دامع، دم أحمر على الخدود. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدن، صوبيا فول طعمية كشري، دوب بطاطا سخنة جدا، مصر أول يوم العيد
استاذ راضي، ليك دواوين كامله جمعت فيها قصايدك ولا كلها مجرد قصايد متفرقه؟ لا، أنا حاطك ليا يعني ما يربو عن 10-12 ديوان ما بين العامية والغنائي والفصحى. جميل. بدايه الانتشار وقصايدك شافت النور ازاي؟ يعني من حوالي 10 سنين كده بدأت أنشر في الصحف والمجلات الأدبية. بدأت بعد كده الإذاعات والتلفزيون المصري، وبدأ من خلاله انطلق يعني خط سيري في الإعلام. واجهت صعوبات يا استاذ راضي في البدايه عشان تعرض شعرك على الناس؟ هو كأي شاعر وخاصة في الصعيد، لأنه الإعلام نائي عننا يعني، وأنا في محافظة سوهاج يعني لا صلت قناة طيبة القناة العظيمة قناتكم الرائعة، ولا صلت قناة الصعيد في المنيا، فإحنا بقينا يعني نتكبد عناء السفر والمشقة والتكاليف والجهد. فأضف إلى أنه برضو في الفترات الأولى كان لسه الأقمار الصناعية ما انتشرتش والفضائيات كانت قليلة، فالأديب كان يجد صعوبة، ووسائل الاتصال الإلكترونية برضو عشان الواحد يبعت قصيدة ممكن يبعتها بريد وبعدين ينتظر هتتنشر ولا لا. دلوقتي ممكن ابعتها انا ايميل سريع واعرف ثاني يوم هتيجي او يعني النت سهل نشر القصائد بتاع الشعراء المبتدئين؟ لعب دور كبير جدا يعني النت في التواصل مع كافه وسائل الاعلام، وسهل ويعني وفر علينا جزء كبير، واحنا خاصه في الصعيد كادباء وشعراء. جميل. قلت لي انك ليك شعر غنائي يا استاذ راضي. ايوه، ليا شعر كتير طبعا غنائي، وليا اغاني كثيره يعني اتلحنت واتغنت مين بقى اخذ من حضرتك حاجه وغناها؟ يعني مثلا المطرب امير سامي غنى لي اغنيه احمد ومينا. ده من سوهاج برضه؟ لا، الاستاذ امير سامي من مصر من القاهره يعني. وعندنا برضو حاليا الاستاذه شيري حمدان كانت مغنيه اغنيه في حفل عيد الربيع من حوالي اسبوع. يعني مطربين كثر يعني. يختلف الشعر الغنائي عن بقيه انواع الشعر استاذ راضي؟ هو الشعر كله ممكن يصير يعني ممكن يتغنى يعني، لانه الشعر في حد ذاته موسيقى، هو نبع الموسيقى فيه، وبقدر اتقانك للوزن فيه والجرس الموسيقي فيمكن يغنى. ولكن لما تكتب اغنيه بتبقى فيها اكثر احترافيه، لانه لها يعني تكنيك معين في كتابتها. اولا بتعوز سيني، وبتعوز كوبليه، بتعوز مقطع، بتعوز يعني كلمات في توجه، بيقول عايز كلمات مباشره في الاغنيه، بتبعد احيانا عن الخيال، بتميل الى انها تكون قصيره، وخاصه في العصر اللي احنا بنعيش فيه. ففي فروق، وان كانت يعني ما نقدرش نقول فروق بعيده. نسمع جزء من الشعر الغنائي لو سمحت. انت قلبك من جليد ولا متركب حديد ولا اصله من الحجر، لما انده يوم عليه ولا عين تشتاق اليه، ليه بيهرب من بعيد ساب مكانه وراح هجر. قلبي عايش الاستياء من الف للحرف ياء، شاف دموعه مات ضجر. قل لي قلبك حب رق ولا نبضه في مرة دق، قلبي يعزف ليك أغاني وانت تحذف في المعاني، تهوى ألحان الغجر. لما تصحى في يوم تفوق والوريد ينبض بشوق، يجري دمك في العروق بعد ما الحب احتضر. امتى تحس بلهفة قلبي، ليه بتعيش الحب ده سلبي، لما حبك شيء أكيد، ليه تسيبني أعيش وحيد والدمع على الخدين فجر. ليه بتكسى على الحبايب تجرح القلب اللي دايب، اللي دايما بين ايديك أطرى من فرع الشجر. انت قلبك من جليد ولا متركب حديد ولا أصله من الحجر.